ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. انا رانيا من قناه رانيا ستايل. لو اول مره بتشوفيني متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده. النهارده بقى هنعمل مع بعض البسبوسه اللذيذه ديت، بس دي بسبوسه الاكياس اللي هي الجاهزه، وسريعه جدا وخفيفه ولذيذه جدا، هيحبوها اطفالك. هتعمليها لو عندك ضيوف جايين لك، سريعه جدا وبسيطه خالص، ما تاخدش اي مكونات خالص كتيره ولا مكلفه. تعالوا مع بعض نشوف المكونات ونبدأ مع بعض على طول. بس قبل ما نبدأ طبعا الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتعالوا مع بعض نشوف الجمال دوت عملناها ازاي مع بعض، والمكونات بتاعتها والسيرب بتاعها عامل ازاي. يلا بينا، تعالوا مع بعض نشوف المكونات بتاعتنا ونشوف هنستخدم نوع ايه من البسبوسة اللي هي الاكياس الجاهزة. بصوا، اول حاجة انا عندي كيس البسبوسة ده اللي هو الماسة، هو نوعه كده. طبعا استخدمي اي نوع انت عايزاه، انا ده لقيته في السوبر ماركت فجبته. دي بسبوسة بتكون بجوز الهند، يعني بطعم الفانيليا وجوز الهند. بصوا بقى، هي ما فيهاش اي حاجه خالص غير ان هي بيكون فيها السميد بتاعها اللي هو الدقيق اللي انت هتستخدميه، وبيكون فيها بس اللي هي مكسبات الطعم بتاعه الجوز الهند. وبتحضريها بقى، بتجيبي المكونات بتاعتك بقى هنتكلم عليها ونشوف هنحط عليها قد ايه. الاول عايزين نعرف دي كام جرام علشان نشوف هنستخدم لها قد ايه. بصوا دي 350 جرام اهو مكتوب الوزن. وهنشوف بقى مع بعض هنبدأ ان احنا نستخدمها، وصناعة مصرية يا جماعة اهي عشان نبقى بندعم منتجات بلدنا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي هنا دي بس علبة زبادي، بس مش كاملة، حوالي نصها اهو. وعايزة نص معلقة من البيكنج باودر، وعايزة نص كوباية لبن، وعايزة نص كوباية من الزبدة او السمنة، او لو متاح عندك زيت حطيه، هي بتبقى حلوة بالسمنة. وهنشوف مع بعض الطريقة بقى. بصوا كده، جبت بولة نظيفة اهي وناشفة، وفتحت كيس البسبوسة بتاعي، وهبدأ ان انا اضيفه كده في البولة بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو. الكيس اللي احنا شفناه في اول الفيديو اهو ماشي، وفضيته كله في البولة بتاعتي. بعد كده بقى هحتاج ان انا اضيف على الكيس ده، بصوا، السمنة بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، هي بتبقى متماسكة ماشي. وهنحتاج نص كوباية اللبن اللي انا قلتلكوا عليها، وكمان هحط الزبادي، حوالي معلقة كبيرة من الزبادي اهي. وهضيف بقى البيكنج باودر، وكمان هحط اهو بصوا نص معلقه بيكنج باودر عشان بس ما تخليهاش مكتومه، دي بتحسن من البسبوسه بتاعتي. وبعدين عايزه بقى اضيف المكون النهائي بقى الاخير، اللي هو عسل الجلوكوز. لو ما عندكيش عسل جلوكوز وعندك سيرب او شربات انت عاملاه ويكون تقيل شويه، بتحطي منه حوالي معلقه بس كده. وهنبدأ ان احنا نقلب المكونات دي كلها مع بعض، بس اهم حاجة ما نعجنش بايدينا، يعني ما نعجنهاش زي العجين، تبقى بس يا دوبك اللي هي تتشرب المكونات، وبعد كده تضيفيها على طول في الصينية بتاعتها. يلا بينا نشوفها مع بعض كده ازاي هنقلبها. بصوا بقى، شايفين اهي يكون قوامها كده اهي، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ تقيل ولا خفيف ولا تقيل ولا اي حاجة. هنبدأ ان احنا نجيب الصينية بتاعتنا ونضيفها في الصينية. بصوا كده، جبت الصينية الصغيرة اللي عندي، وبعدين دهنتها اهو زي ما انتم شايفين كده. سوري بقى على الخربشة اللي فيها دي من السكينة، عشان احنا لما بنقطع بنستخدم السكينة فبتجرحها بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا بعد ما دهنتها بالزيت كده، هبدأ ان انا اضيف الخليط بتاعي اهو، وبعدين هبدأ ان انا افرده بسباتيولا بمعلقه باي حاجه في الصينيه بتاعتي، بحيث ان هو ياخد شكل صينيه كده. خلاص اهي بقت جاهزه عندي زي ما انتم شايفين، وسويناها كويس جدا جدا من كل الجوانب.
ويعني انت بتمسكي صينيه وتهزي كده فيها لحد ما تلاقيها بقت كلها يعني سوا واحد. وطبعا لو عندك بقى مكسرات، لوز، سوداني، جوز هند، زبيب، اي حاجه عايزه تحطيها من على الوش عادي حطي زي ما انت عايزه. انا بحبها يعني احنا بنحبها ساده. فهبدا بقى ان انا ادخلها دلوقتي الفرن يكون ساخن مسبقا على درجه حراره 180 درجه. كده خلاص دخلناها الفرن بتاعنا، وعايزين بقى نعمل مع بعض السيرب او الشربات اللي احنا هنسقي بيه اول ما تخرج من الفرن. هحتاج للشربات كوبايه بس من السكر، مج اهو، كوبايه واحده بس من السكر، وكمان عايزه عليها كوبايه من الميه، كوبايه وربع من الميه، وهنرفعها على النار ونشوف بعد كده هنحط ايه. هنا كده اهو رفعته على النار وما بقلبش فيه ولا اي حاجة، بسيبه لحد ما يغلي وبعدين هنشوف مع بعض هنضيف له اخر حاجة ايه والقوام بتاعه هيكون عامل ازاي، علشان لما تخرج ان شاء الله البسبوسة نبدأ ان احنا نسقيه بيها. هنا بقى كده اهو بدأ يغلي، وانا هبدأ ان انا اضيف عليه نص ليمونة بس كده، وهسيبه يكمل غليان لحد ما يتماسك شوية عن كده. تعالوا نبص بصة على البسبوسة بتاعتنا ونشوف اخبارها ايه. بصوا هي لسه عايزة بس تاخد وش، بس بصوا شايفين شكلها عايزة تاخد وش تحمية تتحمر من فوق كده. بقى خلاص اهو زي ما انتوا شايفين الجمال. بصوا واخدت لون ذهبي ازاي وحلو. هنجيب بقى السيرب بتاعنا او الشربات بعد طبعا ما خلاص يعني خلص وطلع وشلته من على النار وهو لسه سخن. بدأت ان انا اصبه على البسبوسه بتاعتي واستنى شويه لحد ما تشرب السيرب دوت واشوف هتحتاج تاني ولا لا. بصوا كده انا ضفت بقيت كمان الكميه اللي هي الكوبايه السكر اللي احنا كنا عاملينها مع بعض في السيرب، فخلصتها كلها، الصينيه شربتها كلها. بصوا اهو يعني لما تميليها كده مفيش اي سيرب بينزل، هي شربت كل السيرب. تعالوا بقى مع بعض كده نقطعها ونسيبها طبعا تهدى او تبرد عشان هي سخنه جدا عشان تبقى متماسكه وانتي بتطلعيها. بصوا قطعها بقى ايه زي ما انتي حابه، سمبوكسات او مربعات زي ما انتي حابه كده. اهي قطعناها خلاص زي ما انتوا شايفين. هسيبها بس تهدى شويه من حراره الفرن، وبعد كده هنطلع قطعة مع بعض ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى الجمال اهوت كده خلاص قطعت لكم منها قطعة، وتعالى نشوف بقى الطعم والشكل. بصوا رهيبة يا جماعة والله العظيم رهيبة. بصوا من تحت عاملة ازاي، اللون بتاعها الذهبي. بوريكم بس اهو شكلها كده من تحت، بوريكم الحمار بتاعها، شايفين شكلها عامل ازاي. مش عارفه الاضاءه مبينه ولا لا، بس بجد طعمها وقوامها رهيب جدا جدا. بصوا شايفين، والشربات بتاعها مظبوط بجد يا جماعه. جربوها وما تنسوش تعملوا لي بقى لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم، واشوفكم دايما على خير في وصفات جديده، وباي باي.